وسهلا بكم متابعينا في هذا اللقاء التواصلي. دائما من خلال هذه القناة نقف عند آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. فإذا كنت من عشاق المستديرة فما عليك إلا تابونا معنا في هذه القناة، وأكيد نقدكم بناء دائما يؤخذ بعين الاعتبار. متابعينا الكرام، من خلال هذا الفيديو أكيد كيف ما شفتم عبر هذا العنوان سوف نتكلم عن آخر الأخبار والمستجدات الرياضية والتي لها علاقة بنادي الرجاء الرياضي. أكيد في هذه القناة نقف عند جميع الأخبار وجميع الأندية المغربية وحتى اللاعبين، وأكيد الأخبار العالمية كذلك من خلال هذه القناة. فما تنسوش أنكم تابونوا معنا وتفعلوا زر الجرس. نادي الرجاء الرياضي تبقى آخر انتداباته والمستجدات الرياضية أكيد، ونحن نتكلم عن الأشياء الرسمية. متابعينا الكرام، فهو أكيد يعود من جديد للتوقيع لزكريا الوردي. أكيد مثل هذا اللاعب بكل صدق متابعينا الكرام يحتاجه فريق الرجاء الرياضي، خصوصا الأداء الجيد اللي قام به في الموسم الماضي، ونحن نعلم الطريقة اللي مشى بها أكيد لناديه السابق المصري وعدم تألقه وبعض المشاكل لا داعي لذكرها. متابعينا الكرام ينتظره عمل شاق رفقة نادي الرجاء الرياضي، خصوصا نعرف الوضعية اللي انطلق بها نادي الرجاء الرياضي، وخصوصا الضغط الجماهيري وهو جماهير النادي العالمي. لا يرضيه شيء إلا الفوز، ولا يرضيه شيء كذلك متابعينا الكرام إلا الفوز بلقب الدوري، وهذا هو الرهان لعزيز البدراوي منذ توليه الرئاسة أكيد لنادي الرجاء الرياضي. متابعينا الكرام بكل صدق نقولها مجددا، فنادي الرجاء الرياضي يعود للسكة الصحيحة، لكن هناك جماهير الرجاوية نعتقد ليست مطمئنة، ليست كاملة، ولكن معظمها متابعينا الكرام. هذا ما أكيد يعود بنا أو يذهب بنا أصح إلى المقابلة التي سوف تكون حاسمة يوم السبت على الساعة 4 أمام فريق نادي الجيش الملكي، وهي مقابلة نارية، مقابلة الكلاسيكو في الدار البيضاء. متابعينا الكرام، هناك عدة مباريات كانت مهمة لنادي الرجاء الرياضي، لكن أعتقد أن أهم مقابلة في الموسم لنادي الرجاء الرياضي هي أمام الجيش الملكي، لأنه يلاقي المتصدر ونادي الرجاء الرياضي في الرتبة الرابعة، ولكن الفوز على الجيش الملكي سوف يعيده من جديد إلى الصدارة التي افتقدها لعدة سنوات في الماضية، صدارة مؤقتة متابعينا الكرام. لكن بالرجوع للتاريخ نادي الرجاء الرياضي، فمنذ توليه أو قيادته للدوري فهو لن يتخلى عن الصدارة، فأكيد هناك حافز قوي بالنسبة للاعبي الرجاء الرياضي أمام الجيش الملكي. مقابلة ما غاديش تكون سهلة متابعينا الكرام. الجيش الملكي فعلا هو يدرك فعلا خطورة نادي الرجاء الرياضي ولاعبيه على رقعة الميدان، خصوصا يستعيد من جديد ذلك الطعم إن صح التعبير النفسي والدعم المعنوي أكيد متابعينا الكرام من طرف الجماهير التي دائما تكون بكثافة وبقوة في استاد دونور، ودائما تتحفون بالأغاني ومجموعة من الطريقة التي تشجع بها نادي الرجاء الرياضي وأكيد تميزه عن البقية. فهذا ما يجعل هذه المقابلة أكيد استثنائية بالنسبة لنادي الرجاء الرياضي. وكما قلنا سابقا في بداية هذا الفيديو، نادي الرجاء الرياضي يعلم جيدا الفوز على الجيش الملكي فهو أكيد سوف يضعه في المكان المناسب وهو الصدارة، ولو كانت مؤقتة لكن لا بديل له، وهو يواجه المتصدر في الدوري المغربي، خصوصا عندما يستقبل نادي الجيش الملكي على ميدانه. وكما قلت لكم متابعينا الكرام، فهناك مساندة قوية، وأكيد من المنتظر أن يكون الدعم الجماهيري والحضور بكثافة كباقي المقابلات، كما شاهدناها في آخر مقابلة لنادي الرجاء الرياضي أمام مولودية وجدة الذي تألق فيها. لكن عامل الصدفة والمفاجأة فقد يحدث في أي لحظة، وهذا ما يجعلنا أن نطرح عدة تساؤلات. هل فعلا نادي الرجاء الرياضي وما يلقب بالعالمي هل عاد إلى السكة الصحيحة، أم ما زالت هناك بعض المشاكل وقد ينهزم أمام الجيش الملكي؟ فجميع هذه الأسئلة أكيد سوف تجيبنا في الوقت والزمن بالنسبة لهذه المقابلة، وهو يوم السبت على الساعة 4 متابعينا الكرام. فحد موفق أكيد للفريقين. متابعينا الكرام،
تبقى هذه آخر المستجدات بالنسبة لنادي الرجاء الرياضي، والرهان أكيد على الفوز باللقب. انتم متابعينا الكرام من خلال هذه اللقاءات أكيد دائما نقف عند آخر الأخبار والمستجدات، فما تنسوش أنكم تعطونا الرأي ديالكم من سيفوز بهذه المقابلة، وكيف تشاهدون تألق نادي الرجاء الرياضي في 3 مقابلات أخيرة، وهي الفوز 3 مرات على التوالي وحصد 3 نقاط عفوا في كل مقابلة أكيد، ولكن يحصد 9 نقاط في جميع المقابلات الأخيرة وهي التي فاز بها متابعينا الكرام، مما جعلت هذه القمة أكيد لها طعم خاص لأنه في الرتبة الرابعة ولا يبعد كثيرا عن المتصدر. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي هذا اللقاء، وهذا الآخر المستجدات الرياضية من خلال هذه النافذة. ما تنسوش أنكم تابونوا معنا وتفعلوا زر الجرس، وانتظرونا أكيد في حلقة جديدة بإذن الله نقف فيها دائما عند آخر الأخبار المستديرة. دمتم أوفياء.